ازاي تعرفي تقشري التين الشوكي بكل سهوله من غير ما يجي في ايديكي شوك؟ اول حاجه هتعمليها هتنقعيه في ميه كتير جدا لمده نص ساعه. كده بعد ما احنا بقى نقعنا التين زي ما انتم شايفين، الشوك ده هو ليه فوائد كتيره جدا، هقول لكم عليها برده في فيديو باذن الله. هنبدا بقى هو في الميه برده حطيناه ساعه عشان الشوك يروح منه. انا مش لابسه جوانتي ولا اي حاجه اهو. هنشوف تقطعها من فوق كده ومن تحت، تقطعيه كده سهل جدا يعني. وممكن كمان تخلي برضو اللي هو بيبيع التين يقشرهولك لو انت يعني خايفه تقشريه او حاجه. كده اهو، تقشيره سهل جدا، شايفين اهو، مفيهوش اي حاجه، روعه. نعمل واحد تاني برضو كده. اهم حاجه ما تخافيش، واهم حاجه تنقعيه في ميه. اول ما تنقعيه في ميه خلاص تقطعي من فوق ومن تحت كده، وتيجي برضو هنا بسكينه تكون حاميه بقى شويه. جميل جدا، مفيد جدا جدا يعني، يعني ليه فوائد رهيبه يعني سبحان الله. بس كده كل الكميه بقى هنقطعها بنفس النظام ده، تسلكيها كده بالراحه عشان صباع التين ده ما يتهريش منه. برضو نعمل واحد تاني اهو، تقطعها كده من هنا ومن هنا، وتيجي بقى في النص. هي بتبقى القشره بتاعته سميكه شويه اهي، بس بيطلع في منتهى السهوله ما شاء الله يعني. عشان ما نطولش عليكم، اهو التين اهو اتفضل. طريقته سهله جدا وبسيطه ومفيد ومغذي كمان في نفس الوقت.